تونس. هذا مكسب آخر لإدارة فوزي رقشع الذي يتحدث مع السلامي الذي في يوم أهداه كأس الشان وبطولة إفريقيا المحليين. لأن فوزي قال له: هل أردت أن تحرمنا من الكاس يا جمال؟ السلامي فضية، السكتيوي ذهبية، الكرة المغربية بقوة، إدارة ونجوم ومدربين ولاعبين. And now, please welcome to the stage the proud winners of the FIFA Arab Cup Qatar 2025. الكأس الذهبية لمنتخب المغرب. إلى منصة التتويج أبطال كأس العرب فيفا قطر 2025. هذا إنفانتينو يهنى طارق السكتيوي، نجاح كبير. الآن سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر يكرم الأبطال. هنا كأس العرب في قطر، تتوالى الأحداث الرياضية في الدوحة في مارس القادم في الربيع. ستكون الفيناليسيما التي تم إقرارها هذا المساء بين الأرجنتين ولاروخا إسبانيا في انتظار المونديال الخاص بالسلة 2027 ومن ثم مونديال الفوليبول 2029 للمرة الأولى في الشرق الأوسط. هنا خيار واختيارات على الرياضة ورهان متواصل، وحتما ستكون الأولمبياد الهدف الرئيس لقطر في 2036. إذا تكريم المنتخب المغربي. سعدان، أزارو، شويعر، أنس باش، الحارس بن عبيد يروح بذهبية شخصية وذهبية للفرق. تيسو دالي اللي كان خرج للإصابة. الفريق المغربي كان تركيبة متناغمة ومتجانسة، ومن يكون بهذه العوامل والثوابت أكيد سيكتب له النجاح. مبروك الوصول، مبروك للنشامة، مبروك لقطر هذا التنظيم التاريخي من جديد، مبروك للعرب بطولتهم التي تشرف والتي تعرف والتي ترفع الراس. حديث بين البوفتيني وسمو الشيخ تميم بن حمد، والآن هي لحظة من لحظات الشيل، هي لحظة من لحظات القبض على اللقب، هي لحظة من لحظات النجاح والتمتع بالنجاح. حريمات محمد ربيع في لحظة من يوم 18 من ديسمبر عند 10:21 دقيقة ليلا هنا بتوقيت الدوحة والخليج سترفع كأس العرب رقم 11 بنسختها. بطل من وراء بطل، هنا الحالمين بالنجاح والذين حلموا باللقب من أول نسخة في 63 في بيروت، من تونس إلى العراق 4 مرات تواليا، إلى السعودية في مناسبتين، إلى المغرب في الضربة الأولى، إلى الجزائر في الفرحة الأولى، إلى المغرب مرة ثانية. هذه كاس ترجع إلى الديار المغربية، وهذه صورة تدخل أرشيف الكرة العالمية والعربية. حريمات كاس الذهب، كاس $7 مليون، كاس المجد، كاس اللقب، كاس التاريخ، كاس العرب، كاس الدوحة، كاس الدوحة. محمد ربيع حريمات والقدر الكبير مع حمد الله يشيلوها الاثنين، يهزوها الاثنين، يرفعوها الاثنين. ميسي في حلقة ثانية وشيل يا حريمات، شيل يا حمد الله، شيل. المغرب بطل من جديد، هذه نسخة لعبت نحلم بالقادمة. هكذا التنظيم هنا في كاس العرب يخلينا نودع بطولة ونستانسوا ببطولة ونستناو في بطولة. يا ريت
تولي كل عامين. هنا الدوحة، هنا السكتيوي، هنا سارو، هنا كأس المجد، هنا الذهبية، هنا الوصول، هنا المغرب. مواعيدنا متواصلة وتطلعاتكم هي في بالنا وفي خاطرنا من يوم عرب إلى أيام إفريقيا. هكذا هي بي سبورتس، هي آلة متواصلة في العمل ومتواصلة في الظهور ومتواصلة بإذنه بالنجاح. اليوم عرب وغدا إفريقيا 72 ساعة ويفتتح المشهد والحفل الإفريقي حصريا على بي سبورتس. المغاربة بقوة حضروا عربيا بالفريق الثاني ويعولون على أولاهم من أجل كأس مرتقبة منتظرة من 50 سنة. خذ الصورة، خذ السيلفي، خذ اللقطة، خذ اللفة، خذ الدورة، خذ الزيارة، خذ الجولة، خذ الحكاية واكتب العناوين. المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب. مبروك للوصول، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للأردن. مباراة اليوم أراد لها القدر بطل، ولكن الاثنين أبطال، الاثنين أبطال. ارفع الكاس الغالية، كاس العرب في يدي سارو وفي يد النجوم وفي يد كل الأسماء. بن شرقي على القميص وبن شرقي في المنصة، وحمد الله هو من صنع وواصل في كتابة التاريخ. محمد سعدون الكواري. هكذا هي أجواء البوديوم المغربي وهكذا هو التتويج العربي. اليوم 25 وغدا 29، موعد آخر يحيينا ويحييكم ربي بألف خير. كل عام وأنتم بخير، كل عام والعرب بخير، كل عام احنا العرب